يا صباح الخير على احلى كتاكيت في الدنيا. وحشتوني جدا. النهارده يومنا مليان حكايات وهنشوف مشتريات الجديده بتاعت الشهر، وهدردش معاكم في موضوع الجواز اللي شاغل بالنا كلنا، وهقول لكم الخلاصه من وجهه نظري في موضوع مسؤوليه الجواز. وكمان هنخلص شغل البيت ونكافئ نفسنا باحلى اندومي. خليكوا بقى معايا عشان بجد وحشتوني، ويلا بينا نبدا الفيديو. قلت بقى قبل ما ابدا المعمعه بتاعه المشتريات وشغل البيت ان انا اعمل لنفسي كوبايه ايس كوفي كده تفوقني، عشان كمان الكلام اللي هقوله لكم النهارده محتاج تركيز، وفنجان قهوه كده حلو زيكم، او كوبايه ايس كوفي. بدات افضي المشتريات اللي جبتها للشهر ده، وطبعا هقول لكم الاسعار بالتفصيل عشان كلنا نستفيد. بس وانا برص الحاجه كده، في سؤال دايما بيجي على بالي، وكمان اكيد بيجي على بالكم: هل الجواز فعلا بيغيرنا؟ يعني هل المسؤولية صعبة زي ما كنا متخيلين، ولا المسؤولية سهلة، ولا هي ايه بقى بالظبط المسؤولية دي يا بنات؟ انا اول ما اتجوزت كنت خايفة جدا من فكرة ان انا اكون مسؤولة عن بيت وميزانية وطلبات، وكنت بحس ان الموضوع تقيل جدا. فاكرة أول مرة نزلت السوق لوحدي عشان أجيب طلبات البيت، وكنت تايهة ومش عارفة الأسعار، مش عارفة ايه النوع الأحسن. مثلا الرز مثلا، في مثلا على أسعار مثلا دلوقتي، في حاجة مثلا ب40، في حاجة ب30. طب ايه الفرق؟ ايه الأحسن؟ ايه الكويس اللي أنا أجيبه؟ وكنت بجيب وبجرب. حبيت بقى وانا بوريكم مشتريات الشهر اعرفكم سعرها، اقول لكم ان دي مش حاجه تخوف، وانزلي وهاتي طلباتك من غير ما تخافي وهتتعلمي، ومفيش حاجه بتيجي من اول مره. يعني انا دلوقتي مثلا عارفه ايه احسن نوع رز بسمتي انا ممكن استخدمه، رز مصري، السكر، اللبن، كل الحاجات دي. لو كده اقول لكم على اسعار كام حاجه، وبعدين نكمل كلامنا في موضوع الجواز والمسؤوليه. اول حاجه الرز ده، الرز هو رز بيبقى مغسول، مش بتحتاجي ان انت تغسليه. طبعا انا كنت بجيب الضحى ب40 جنيه. ده فرحه ده لقيته ب33، وبرده مغسول، وانا مجرباه الشهر اللي فات وطعمه حلو جدا زيه زي الضحى، وحساه احسن كمان. السكر جبت 3 كيلو. السكر كان ب26 جنيه. كل الحاجات دي انا جايباها من ماركت جنبي اسمه الصباحي. وجبت كمان مكرونة احسن نوع بحبه وبحب استخدمه، لمتنا وحوا. دول اكتر نوعين انا بحبهم، ما بحبش استخدم اي نوع تاني. جبت كمان زيت عباد الشمس، انا كده كده عندي زيت قلي، فاللي انا كنت محتاجاه زيت عباد الشمس، لان طبعا بستخدمه في كل الاكل، ما بستخدمش زيت قلي. مع طبعا بجانب الزيت، بجانب السمنة دي اللي انا عاملاها. جبت بقى حوالي 7 أو 8 أنواع جبن. جبت جبنة رومي، جبنة شيدر، جبنة ملح خفيف طبيعي. جبت كمان جبنة ميكس. دي بتبقى عليها زيتون وفلفل ألوان ولانشون، طعمها برضو حلو. الجبنة الرومي الكيلو كان ب300 جنيه. آه، كمان جبنة كيري، وجبت جبنة كيري شيدر كده. وانا بصور لكم كده كنت جوعت، فقلت لا، عقبال بقى ما انا نخلص بقيه المشتريات والحاجه، اعمل كده سندوتش جبنه رومي اكله كده وانا بصور لكم. خلي الطاحونه، وبستخدم برضو الدقيق بتاع الطاحونه حلوه قوي. وطبعا لازم كاكاو خام علشان تورته الشوكولاته وكيك الشوكولاته اللي انا بحب اعملها. جبت كمان لبن بلدي ولبن المراعي. طبعا اللبن يعني بجيب مثلا باستخدام ايه كل 3 4 ايام، لان اللبن ما ينفعش ان انا اجيبه واخزنه، خاصه ان انا بميل اكتر للبن البلدي اكتر من اللبن المعلب اللي هو المراعي وجوينا والحاجات دي. طعمه بحسه احسن. انا الاول كنت بشرب على فكره المراعي والحاجات دي، بس لا، بقيت احس ان هي شويه بودره متدوبه في ميه، والله بجد. فبقيت اجيبه هو قليل، ومعتمدة اكتر على البلدي. عامة ازازة المراعي دي كانت عاملة 55، وكيلو اللبن البلدي بيبقى عامل من 42 ل45. بعدين جبنا شيكابيستا وجبنا برجر التوابل الشرقية. بصراحة شيكابيستا حسيت معظمها التتبيلة لكن ما فيهاش لحم. وبالنسبة بقى البرجر التوابل الشرقية ده معجبنيش خالص، كله توابل. بصراحة ما انصحش حد ان هو يجيبه يعني. انا جبته اجربه بس ما عجبنيش. طبعا دي مش مشتريات الشهر كله، لسه اللحوم ولسه الدواجن ولسه المنظفات. بس انا قلت حاجه حاجه هجيبها في مشتريات الشهر، اصورها معاكم واقول لكم الاسعار، واحاول افيدكم على قد ما اقدر. كانت هنا بقى غسالة الاطباق خلصت، قلت ان انا افضيها، وكمان كان في غسيل الغسالة شغالة عليه، قلت لما تخلص كمان نشرته معاكم.
بحيث ان انا اكون خلصت كل حاجة ورصيت كل حاجة في اماكنها. بقى للموضوع اللي كنا بنتناقش فيه. على فكرة انا اول الجواز كنت خايفة جدا، وكنت بسأل نفسي يعني هو انا هقدر اشيل مسؤولية بيت؟ يعني انا هعرف اوفق بين كل حاجة؟ هعرف ان انا اخلي بالي؟ لقيت كل يوم غسيل مواعين، حاجات ما بتخلصش، وانا خايفة وعايزة ان انا اظبط يومي، اظبط نظامي على مواعيد شغل جوزي. عايزة ان انا ابقى الاكل يكون جاهز لما يجي، محضره له فطار. طبعا انتوا عارفين كلنا بيبقى حاطين في بالنا الحاجات دي، ان انا اخلي البيت دايما نظيف ومتروق. فكل الحاجات دي كانت بتحسسني بمسؤولية، وكنت خايفة جدا اول الجواز اني انا مثلا افشل، وهل فعلا انا هعرف اوفق ولا لا. بس عرفت الحمد لله، لان انا عايزة اقول لكم ان انا كنت متجوزة وانا لسه في الكلية بدرس. انا متجوزه وانا صغيره. فطبعا كان خوفي ان انا معرفش اوفق بين البيت وبين الدراسه، دي كانت حاجه مسببه لي خوف جامد جدا. بس الحمد لله ربنا عني وقواني، وعرفت ان انا اوفق بين البيت وبين الدراسه. وعايزه اقول لكم ان المسؤوليه مش بعبع زي ما انتم متخيلين كده. نتعلم بالتدريج، يوم ورا يوم هتلاقي نفسك بقيتي شطوره في بيتك، وبتعرفي تدبري امورك احسن من اي حد. المهم ان احنا ناخد الموضوع بحب وبساطه، وما نضغطش على اعصابنا. شفت كمان ان الحب والتعود، وان انتوا تمسكوا ايد بعض في كل خطوة، ده بيخلي كل حاجة تعدي بكل سلاسة. اكتبولي بقى في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي ندردش مع بعض في ايه تاني. وما تنسيش لو انت اول مرة تتفرجي عليا ان انت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، وتعملي لايك على الفيديو ده لو عجبك، واكتبولي تحت اي حاجة انتوا عاوزينها في الكومنتات وانا برد عليكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.